الفل عليكم. احنا النهارده هنتكلم عن كليوباترا. عامله قلق ليه؟ شكلها كان عامل ازاي؟ هل هي كانت ست حلوه عشان كده الرجاله كانت بتجري وراها؟ هل هي كانت ملامحها مش مصريه؟ هل هي كانت اصلا مصريه ولا كانت اجنبيه؟ هل هي كانت سمراء ولا بيضه؟ شكلها عامل ازاي؟ ليه دايما في لغط حوالين كليوباترا؟ يعني ليه دايما هي الست اللي كل الناس بتتكلم عليها وفي حواليها اساطير ان قصة الحب العظيمة بينها وبين بين انطونيوس لو مارك انتوني؟ يعني ليه كل الناس تتكلم عن جمالها؟ ليه كل الناس دايما في اساطير كتيرة جدا بتدور حوالين كليوباترا؟ هنعرف في الفيديو ده اصول كليوباترا جاية منين، شكلها عامل ازاي، هل هي كانت ست فعلا جميلة ولا لا، هل الرجالة كانت بتجري وراها عشان توصل للحكم ولا هي فعلا كانت قصص حب عظيمة وخلدها التاريخ زي ما احنا عارفين. كل ده هنعرفه في الفيديو. كليوباترا دي هي آخر واحدة من سلالة الإسكندر الأكبر. الإسكندر ده اللي هو جه في سنة 332 قبل الميلاد، وأسس الدولة البطلمية اللي بتعرف يعني باسم الدولة اليونانية أو العصر اليوناني. اخر واحده من حكم الاسكندر هي كليوباترا السبعة، اللي هي الكليوباترا المشهوره. يعني خلينا اصدمكم كده وهتشوفوا الصور بتاعت كليوباترا ان هي ما كانتش ست جميله، بس بما ان هي ملكه وبتهتم بشكلها وعندها خدم وعندها ناس كتير بتعمل لها كل حاجه، فكانت تقدر يطلع شكلها كويس. بس كل التماثيل اللي لقيناها لكليوباترا بتقول ان هي ما كانتش حلوه. اللي قرا منكم تان وشاف سواء الفيلم او سواء الكتاب بتاع اوبيليكس يا استريكس هيعرف انه ده بالمناسبه كرتون مشهور جدا في فرنسا، في ان هم دايما كانوا عاملين كيلوباترا بشكل ست مناخيرها مش حلوه. دايما كانوا بيتريقوا على مناخيرها في الاسطوره يعني. للاسف انا اسفه ان انا بصدمكم يعني، بس هي ما كانتش ست جميله، بس هي كانت ست ذكيه جدا، كانت ست مخضرمه سياسيا جدا. فده ساعدها كتير في ان هي تعمل حاجات كتيره وان هي تتخطى مصاعب كتيره. طبعا العصر اليوناني او العصر الروماني احنا بنعرفهم هما الاتنين باسم العصر اليوناني الروماني، ان هما القتل كان السمة الأساسية في العصر ده. يعني احنا كمصريين زمان مفيش حد قتل بنته عشان يمسك الحكم، ولا واحدة قتلت أخوها عشان تمسك الحكم، لكن ده كان السمة السائدة في العصر المملوكي مثلا، وكان السمة السائدة في العصر اليوناني والعصر الروماني. كله كان بيقتل بعضه عشان يوصل للحكم. كيلوباترا قتلت أخوها وقتلت أختها، وفي أخ تاني برضو اتقتل، يعني في شبهة ضلوع إن هي يعني ليها علاقة بقتله، اللي هما بطليموس ال 12 وال 13 وأختها أرسينوي. ده كله بحاجات ليها علاقة بالحكم. يعني قصة كده ايه ملخبطة شوية، ان اخوها مسك الحكم وبعدين ابوها قال ان هي هتمسك الحكم مناصفة مع اخوها، وبعدين اخوها لما عرف قال لا انا همسك الحكم لوحدي، وبعد ما ابوه مات قال ان هو هيمسك الحكم لوحده ورفض ان كليوباترا تمسك معاه الحكم. وكليوباترا قررت ان هي تعلن الحرب عليه، وراحت كونت جيش وكانت هتحاربه. وبعدين هو اتقتل بعد ما قرر ان هو اخته التانية اللي اسمها ارسينوي هي اللي هتمسك الحكم بدل كليوباترا. وبعدين ارسينوي اتقتلت، وبعدين هذه كليوباترا عملت علاقة مع يوليوس قيصر. في الوقت ده كانت خلاص نهاية الدولة البطلمية، فكان الرومان عينهم على مصر. فلما كان الرومان عينهم على مصر فيوليوس قيصر كان داخل مصر، كان جاي مصر، وهي عرفت بالكلام ده، فهي استقوت بيوليوس على اخوها. وقصة طويلة بقى رايح جاي بينها وبين يوليوس قيصر لغاية ما خلفت منه طفل كان اسمه قيصرون. الطفل ده هو كان عنده مشاكل يوليوس قيصر ان هو يعترف بابنه من كليوباترا، لان وفقا للقانون عندهم في روما كان بيمنع ده. فعمل نص جديد في القانون وغير في القانون عشان يسمح لنفسه ان هو يبقى عنده وريث موجود في مصر. بعد كده قصة بقى ان في اتنين كانوا هيتجننوا على كليوباترا، وفي اتنين كانوا دايما بيحبوها، والقصص الأسطورية وأنطونيو كليوباترا اللي كل الناس بتسمع عنها. في الحقيقة في حاجة كانت موجودة عندنا في مصر القديمة، ان الدم الملكي يورث عن طريق الست مش عن طريق الراجل. الملك كان لازم يبقى من دم ملكي وأمه تبقى ملكة، لأن الدم الملكي بيورث عن طريق الست. فكان نفس القصة في كليوباترا، فعشان حد يوصل لحكم مصر لازم يوصل لكليوباترا عشان يتجوز كليوباترا ويبقى ليه السلطة في انه يمسك حكم مصر. فمصر كانت مطمع جدا لروما، وكانت قالت ان الفرصة دي كويسة ان هم يخشوا مصر. فكان في صراع بين اتنين القواد، اللي هو مارك انتوني اللي هو انطونيوس، واوكتافي اللي هو اوكتافيوس. الاتنين كانوا عايزين يوصلوا لكليوباترا عشان يوصلوا لحكم مصر. الموضوع ملوش علاقة بالحب، ولا ليه علاقة بجمال كليوباترا، ولا أي قصة من القصص اللي احنا بنسمعها منذ قديم الأزل. طيب ليه كل ما نشوف شكل واحدة عاملة شعرها كده ضفاير أو طويل ولابسة تاج وحاطة مجوهرات على شعرها نفتكر إن دي كليوباترا؟ في الحقيقة كليوباترا دي جت بعد ملوك مصريات أو ملكات مصريات
في منتهى الجمال، زي نفرتاري ونفرتيتي وحتشبسوت وتي وناس كتير. يعني انا بقول لكم شويه اسماء من الناس المشهوره. فدي كانت من مظاهر الزينه عند الملكات او عند الستات حتى العاديه في مصر. كانت ستات جميله، لما نبص للتماثيل العاديه هنلاقي ان الستات شكلها حلو. فكيلوباترا كانت تتشبه بالملكات المصريات القديمة، بما ان هي كانت ملكة مصر في الوقت ده. فمش اي ست بنلاقيها بشعر الستايل ده بنقول عليها كيلوباترا، لا، ده كان في ناس من قبلها بكتير الشكل بتاعهم كده هو. ودي كانت من زينة الملكات. سواء الاسكندر او كيلوباترا دول كانوا من اصول مقدونية، يعني بلد اسمها ماسيدونيا او مقدونيا. هي دي البلد اللي خرج منها ابو الاسكندر الاكبر اللي هو فيليب. فيليب ده اللي عمل الحرب على اليونان وضم اليونان لسلطته وابتدى يلف حوالين البحر المتوسط. وبالمثل زيه بالظبط كيلوباترا كانت مقدونية مش جريجية أو مش يونانية. ففي ماسيدونيا أو في مقدونيا ما كانش فيه أفارقة. واحنا في مصر من وقت للتاني كان بيجيلنا جاليات كتير. وخليكم تفتكروا كده زي مثلا بلد عندها، يعني مش لازم يبقى عندها ثقافة أو مش لازم يبقى عندها حضارة قديمة، بس كل الناس بتبص لها كده از جيل. على سبيل المثال مثلا أمريكا، كل الناس نفسها تروح امريكا وكل الناس نفسها تهاجر لامريكا. فهتلاقوا الافلام الامريكيه منتشره في العالم كله، اللغه الانجليزيه من اهم اللغات المنتشره في العالم. والناس في اوقات كتير بتقلد اشهر ممثلين في امريكا ومغنيين، واشهر ناس بتغني وبتمثل وكل حاجه بتطلع من هناك. فدي في قوة ناعمة اللي هي بتأثر علينا في الميديا وفي الثقافة وشكل لبس الناس والناس بتفكر ازاي وحاجات كتيرة. رغم ان في ناس كتير ما راحتش امريكا، بس يعني ناس كتير هتلاقيها بتلبس زي مايكل جاكسون في السبعينات والثمانينات. فمش لازم تكون انت اصلا اللي رحت عملت البيتلز هناك، ولا انت اللي رحت عملت الفيس بريسلي هناك عشان تبقى بتلبس زيه او بتعمل زيه او بتتشبه زيه. بالمثل كان عندنا مصر زمان بلد من اقدم الحضارات واهمها اللي موجوده في العالم، اللي ذاع صوتها في كل حته. فالناس كانت بتقلدها. انه البلاد اللي جنبنا كانوا بيبنوا اهرامات، زي السودان مثلا. انا قلت لكم قبل كده في تقريبا 300 هرم او اكتر في السودان. فاحنا عشان احنا كنا سادة العالم، فالناس كانت بتقلد سادة العالم لان احنا كان لينا ذاع وصيت. غير في الدولة الحديثة كمان ابتدت تظهر فكرة الجيش، وابتدينا نوسع حدود مصر، وابتدينا يبقى عندنا اعداء بيحاولوا يهاجمونا زي الهكسوس اللي دخلوا قعدوا في مصر اكتر من 200 سنة. فاحنا عشان نحمي حدودنا ابتدينا نعمل جيش. الجيش ده بعد شوية لقى ان الناس بقى كلها طمعانة في مصر، فابتدى يروح يأمن الحدود الخارجية لمصر ويأمن البلاد اللي حوالينا كمان ويدخلها تحت حكم مصر. فمصر حكمها انتشر في أماكن كتيرة ووصل لحتت كمان في أفريقيا كتيرة. في الدولة الحديثة جه عصر الانتقال الثالث في الأسرة 25 من أصول إفريقية اللي هي أسرة كوش. كوش دي يعني ما بين السودان وبين الصومال والحتة دي. فالادعاءات اللي موجودة دلوقتي بتقول انه الحضارة المصرية اصلها افريقي، وبيدعوا ان كل المصريين الملوك كانوا اصلا افارقة ما كانوش مصريين، وكانوا داكين البشرة يعني او سود، وعندهم نفس ملامح الافارقة. وده مش مظبوط، لان زي ما قلت لكم احنا بس الاسرة ال25 اللي هي كانت اسرة من اصول افريقية وكانت افريقية. الملامح الافريقيه بتبقى واضحه جدا، يعني في حتت كتير في افريقيا ليها اشكال مختلفه. في ناس مثلا رفيعين وطوال، في ناس تلاقيهم حجمهم ضخم شويه، في ناس ملامحهم ضخمه يعني شفايفهم كبيره مناخيرهم كبيره. في ناس رفيعين جدا وملامحهم رفيعه. فافريقيا نفسها فيها حتت كتير وممالك كتير، والناس اشكالها بيختلف من بلد لبلد في افريقيا حسب العرق يعني بتاع الناس جاي منين بالظبط، فشكله بيختلف. فالمناظر كلها اللي موجودة عندنا في مصر القديمة شكلها يدي على أجانب أو على أفارقة، دول كانوا بيمثلوا الأعداء أو الأسرى. يعني دول مش مصريين، يعني دول ناس يا إما فكروا يهاجموا مصر، يا إما احتلوا مصر في وقت ما، يا إما حاولوا يعملوا مناوشات على الحدود. فدول كانوا بيتصوروا في صورة الأسرى اللي إيديهم مربوطة وراهم، او بيتصوروا في صورة ان اعداء مصر يجيب لك واحد افريقي واحد بدقن وواحد من شعوب البحر عشان يقول لنا ان اعداء المملكة المصرية كان شكلهم كده. لكن كل التصوير اللي موجود سواء على معابد او على مقابر ما بيقولش خالص ان الحضارة المصرية دي من اصول افريقية. نرجع تاني لكيلوباترا. الموضوع اللي حصل دلوقتي بيقول ان كيلوباترا كانت سمراء البشرة، او يعني احنا عندناش مشكلة في لون البشرة. يعني احنا في مصر عمرنا ما كان عندنا حرب اهلية. يعني احنا بنقول لبعض يا ابيض ويسود عادي، ده
يعني من اوائل الحاجات اللي انا بشرحها للاجانب ان احنا لو حد قال لحد ابيض او اسود ده مش معناه ان هو يعني ريسست، او مش معناه ان هو عنصري، لكن احنا عمرنا ما كان عندنا حرب اهليه. يعني عمرنا ما كان في حروب بين فئات مختلفه من الشعب. يعني في مناوشات بتحصل كانت بيننا وبين ناس من بره، لكن احنا جوه مصر عمرنا ما حاربنا بعض على اساس اللون ولا الدين ولا اي حاجه. فاحنا بالنسبه لنا ما بنفهمش فكره انه ليه لما تقول لواحد ان انت اسود يبقى انت كده بتعنصر عليه، يعني او لما تقول لواحد انه ابيض معنى كده انك بتعلي قيمته. لا، احنا عندنا من زمان مرسوم على المقابر الالوان المختلفه بتاعت الناس. الملوك كمان كان في ملوك بلوند بشرتهم فاتحه وشعرهم ملون وعينيهم ملونه، كان في ملوك في نفس لون بشرتي، كان في ملوك اسمر، كان في ملوك سمر زياده. نفس اللي حصل عندنا دلوقتي، لو تطلع في الدلتا هتلاقي الناس فاتحه، كل ما تنزل تحت هتلاقي الناس بتسمر. وحديثا لما خدوا عينات من الناس، عملوا لهم تحاليل دي ان ايه عشان يشوفوا الدي ان ايه المسيطر علينا في مصر، لقوه دي ان ايه مصري قديم. يعني الناس اللي عملت الحضارة في مصر هي أجدادنا احنا كمصريين موجودين دلوقتي. ما جوش من حتة برا مصر عملوا الحضارة ومشيوا، ما جوش من حتة برا مصر عملوا الحضارة وقتلناهم وجينا قعدنا مكانهم. ما هماش من بلد تانية، هم مصريين وفضلنا مكملين مصريين. يجيلنا العرب نكمل مصريين، يجيلنا اليونانيين نكمل مصريين، يجي الرومان بنكمل مصر. احنا مصر، احنا قاعدين الناس بتيجي وتروح علينا واحنا زي ما احنا مكملين. ففكرة ان حد ينسب حضارة عظيمة بالشكل ده لنفسه بدون اي دلائل تاريخيه او علميه، الموضوع كان مش مقبول. عشان كده الثوره اللي قامت على فيلم كليوباترا اللي عملته نتفليكس تقريبا نزل النهارده او امبارح، فهو ده القصه الاساسيه على الفيلم. والموضوع بقى له حبه، يعني هم طالعين في القصه دي وبيكبروا فيها وبيقولوا ان احنا سرقنا الحضاره، واحنا العرب جم قعدوا في مصر سرقوا الحضاره وقتلوا الناس الافارقه اللي عملت الحضاره وطردوا اللي باقي منهم واحتلوا مصر ونسبوا الحضارة لنفسهم اللي هم المصريين الحاليين. الكلام ده طبعا ملوش أي علاقة تاريخيا ولا جينيا ولا أي حاجة باللي حصل، لكن هي كيلوباترا سخنت الدنيا شوية فعشان كده الموضوع عالي معانا يعني. فحبيت أوضح لكم بس كيلوباترا دي جاية منين، شكلها عامل ازاي، القصص والأساطير اللي منتشرة حواليها. واحنا بالمناسبة لغاية دلوقتي لا لقينا مقبرة كيلوباترا ولا لقينا الموميا بتاعتها، لأن هي في الوقت ده اسكندرية كانت العاصمة والحاجات دي كلها بتاعتها موجودة في اسكندرية ما لقيناهاش. فاحنا مش عارفين إذا كانت هي بسبب الوقت اتردمت واتغطى عليها واتبنت المدينة الجديدة أو الحديثة بتاعت اسكندرية، ولا هي أصلا المقبرة بتاعتها والموميا والكافنز والحاجات دي بتاعتها والمجوهرات اتسرقت. فنتمنى ان ده يظهر في يوم من الايام في اسكندرية او في مكان تاني مقبرة كيلوباترا، لان هي هتبقى حاجة مهمة للعالم كله، عشان حتى نوري الموميا للناس ونقول لهم ان هي ما كانتش افريقية ولا حاجة. شكرا، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. ميرسي جدا.